عايزة أقول لك على حاجة. سواء أنت بنت ولد راجل ست بتسمع الفيديو، آه، بعد فترة من انتهاء العلاقة احنا بنبقى منتظرين او في زي waiting list كده ان الطرف اللي قدامي يجي يعتذر لي عن ما صدر منه، وان هو سابني وهو عارف قد ايه ان انا حبيته، او هي عارفة قد ايه ان انا حبيتها ومش هتلاقي حد يحبها زي. انت ليه متخيل او بتسأل ماذا لو عاد معتذرا؟ يعني انت ليه بتحط expectation ان هو هيرجع معتذر؟ هو واطي وجبان وضعيف، والاعتذار لما انا هرجع لك بيه اوكي، لو انا شخص سوي سوي وحط تحتها 100 خط زي كل مرة وبقول سوي، انا لو رجعت معتذر اوكي، انا راجع وانا شجاع، وانا عارف ان انا غلطت، وانا عارف ان انا ضيعت، وانا عارف ان انا عملت حاجات ورجعت نفسي ولقيت ان انا لازم اقدم اعتذار، ان انا اقول ان انا اسف، وان انا ضيعتك من ايدي او انا ضيعتك من ايدي، وان انا محتاجة ابدأ معاك صفحة جديدة برولز جديدة علشان انت تستاهل عندي ان انت تتعامل باسلوب احسن من كده. فماذا لو عاد معتذرا؟ لا، هو مش هيعود معتذرا عشان هو جبان وضعيف وخسيس وسابني وما كانش مهتم لحياتي ولا لأهدافي ولا لطموحاتي وقرر ان هو يمشي. فانا كمان لميته كده كله على بعضه وقلت له اوكي ان انت تمشي مع الف سلامة، وعشت وجعي مع الله. انا مش هعيش لك وجعي ولا هقولك ان انا موجوعة ولا هقولك ان انا متضايقة علشان حضرتك قررت تمشي. ففي 60 ده هتاخدك او تاخدك، يعني وات ايفر اللي بيسمعني بقى حسب. فماذا لو عاد معتذرا؟ والله لو شخص سوي وراجع مش فاضي، مش راجع يلعب، مش راجع يهرج، مش راجعة فاضية ومش لاقي حد دلوقتي، راجعة عندها فضول الهانم تعرف انت فاضي ولا ليه محلو ولا خسيت ولا بدأت تروح الجيم، راجع علشان هي سوية. فاللي بيرجع لو عاد معتذر فعلا فهو اتعلم يعني ايه، يعني ايه انا اهم واحد في حياة نفسي، انا اعرف مبادئي وقيمي، تشافى من جروح قديمة، عرف يعني ايه نفسي، عرف يعني ايه الشخص ده مناسب ليا، الشخص ده انا عايزه، لانه انا حصل لي صحوة بعد ما هو انا رفضته من حياتي، اتعرضت للكرامات، اتعرضت لحاجات مؤذية، بدأت اشتغل على نفسي، then جيت معتذر. فانا بعتذر عشان انا شجاع، بعتذر عشان انا اللي بيجي يخاف يجي يعتذر ده بيخاف ليه؟ بيخاف علشان هو الأجو عنده عالي قوي اوكي، بيخاف من الرفض اوكي، بيخاف ان الطرف اللي قدامه يقول له كلام هو عارف كويس قوي ان هو هيقوله له، بيبقى خايف يتألم. رغم ان اللي بيبقى متشافي وراجع معتذر وهو شجاع وعارف ان هو غلط في حق اللي قدامه، فبيرجع وهو عارف كويس قوي ان الكلام ده يصيبه في النسخة القديمة منه، وان الكلام ده ليه حق ان هو يسمعه، الطرف التاني ليه حق ان هو يسمعه له، لان العتاب على قد المحبة. فلما بيرجع هيرجع معتذر عشان هو شجاع، لكن هو مش هيرجع، وما تحطش اكسبكتيشن لانه جبان وضعيف والاجو عنده عالي وكبرياءه يمنعه من الاعتذار.